بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدموع لا تعيد الميت إلى أهله، ولكن هناك دعوات تفرحه في قبره. اللهم ارحم كل عزيز فقدناه، واغفر لهم وأكرم نزلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين. كما راهو موضح في الفيديو، جبت لكم تحلية رمضانية من أبن وأروع التحليات اللي ممكن تذوقوهم. يعني تحلية اقتصادية في المتناول، بحاجات كاينة في كل دار، كل سيدة تقدر تديرها وتفرح بها عائلتها في سهرية رمضان. حاجة ولا أروع. هو شبيه تشيز كيك ولكن بطريقة اقتصادية وروعة روعة روعة. أول مكون نحتاجوه في هذه الوصفة ولا في هذه التحلية هو البسكويت. هنا عندي 200 جرام، حطيتهم في الاشواخ. كما تقدروا تحطوهم في ساشي وتهرسوهم بحاجه ثقيله، يعني ما عندهاش اشواخ ما كان حتى مشكل، تحطهم في ساشي كما قلت لكم وتهرس بدراع تاع مهراس ولا اي حاجه ثقيله، تهرس داك البسكويت تاعها. هنا نرحيوه طبعا كخطوه اولى. ومن بعد نحطوا لهم هنا رايحه نزيد لهم 100 غرام مارغرين بعد ما ندوبوها وتبرد تماما. رايحه نزيدها على هذاك البسكويت تاعي ونبدا نرمل فيه، يعني كما راهو موضح، كما نديروا الخطوه تاع تشيز كيك، يعني القاعده تاع تشيز كيك نديروها بنفس الطريقه. هذا من اكثر التحليات اللي ولادي وراجلي يطلبوهم في رمضان، لانه فعلا عنده بنه خاصه. يعني تحليه من اروع ما يكون، وسهله في التحضير، وما فيها حتى يعني تعقيدات ولا ما هيش مكلفه، يعني في المتناول. هنا جبت المول تاعي، هذا القطر تاعو 26 سنتيمتر. انتم استعملوا يعني الحجم اللي يساعدكم. هنا حطيت هذاك البسكويت بعد ما رملته مليح بهذاك المارغرين وكي نلموه في يدينا يتلم. حطيته في المول ونبدا نرصه بالكاس هكا به، يعني تتشكل لي طبقه متماسكه، يعني ما تتفتتش. كي نجيو نقطعوا التحليه تاعنا نرصوا عليه مليح مليح باه يحكم لا فورم هذيك تاع المول، ويجي هكا مرصوص مليح، يعني ما يتفتتش هكا. هاكم تشوفوا اني نرص ونعاود هكا باه نضمن انه طبقات ماسكه مليح. نحطوه هنا البنات، راني حطيته في فريجيدار، هذيك الطبقه تاع البسكويت نحطوها في فريجيدار الوقت اللي نحضروا فيه الطبقه الثانيه اللي هي هاد الكريمه. هنا حطيت نص كاس تاع سكر، ما يعادل 120 غرام سكر، وحطيت 3 مغارف كبار تاع نشا، 3 مغارف كبار تاع فرينه، و3 مغارف كبار تاع لحظه. ضروري جدا 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 تحطوا اللحظه، يعني ما تقدروش تستغنوا عليها، لانه هاد اللحظه هي اللي رايح تعطي لكم هذاك القوام الكريمي للكريمه تاعكم. هنا حطيت زوز كيسان وشويه تاع الحليب، حليب بارد طبعا. الكاس تاع 240 مليلتر، يعني حطيت زوز كيسان وزدت شويه بركه، ونخلط بارد في بارد قبل ما نحطهم فوق النار. هنا على نار متوسطة مع التحريك المستمر نبداو نحركوا في الكريمة تاعنا حتى نحسوها بدات تتشكل، يعني كريمة وتعقاد. ما نغفلوش، يعني نحركوا باستمرار باش ما تلصقناش. هنا واش زدت 4 مثلثات ولا هذاك الفخوماج تاع البورسيون، حطيت 4. نتوما هي من المفروض نحط 6، انا ما عنديش خلاص لي. نتوما حطوا في الوصفة 6، يعني 6 مثلثات تاع الجبن هذا. وكي تبدا تعقد خلاص زدت حطيت مغرفة كبيرة تاع مرقارين. هنا بعد ما تشكلت تشوفوا القوام تاعها ما شاء الله كيف تجي كريمية وبنينة تهبل. هنا نحطوها فوق هذيك الطبقة تاع البسكويت اللي عملناها. شوفوا شوفوا كي نقول لكم حركوا، يعني باش ما تلصق لكمش في الحاجة اللي نتوما تطيبوا فيها. نوزعوا هذيك الطبقة تاع الكريمة مليح مليح هكا. دوكا واش راح نجيب هذاك لو بابي سيلوفان، راح يعني نغطيها اون كونتاكت باه ما تعمليش هذيك القشره من الفوق. يعني الكريمه تاعي ما تشكلهاش هذيك القشره من الفوق. وراح نخليوها على برا صح لانه سخون، خليوها على برا حتى يدفى شويه، ومن بعد نحطوه في الفريجيدير حتى هذيك الطبقه تاع الكريمه تجمد وتتماسك. هنا عندي 300 غرام تاع فراز، راح نطحنه كما راكم تشوفوا بالبغا ميكسور، نرحيه مليح. اللي عندها شوية تاع فراز يعني مخبيتهم تجبدهم وتحضر بهم هذه التحلية اللي أكثر من رائعة. هنا حطيت كيس هذوك اللي ساشي تاع الفلون تاع الفراز، وحطيت
مغرف سكر. مغرف سكر تقدروا تستغناو عليها، لانه انا الفراز تاعي ماهوش حلو يعني الوقت هذا تاع الشتا الفراز ما يكونش حلو. حطيت مغرف سكر وحطيت مغرف نشا ونحركه بارد في بارد، ومن بعد نحطوه على النار حتى تعقد شويه هاد الصلصه اللي رايحين نديروها تاع الفراز كما راكم تشوفوا. تسمى هنا حطينا النشا بدل ما نحطوا الجيلاتين حطينا النشا هكا يعني. النشا هو اللي راح يخلي هذيك الصلصه تاعنا تاع الفراز يعني تعقد وتتماسك. نحركه باستمرار. هنا قطعت شويه يعني كعيبات تاع فراز زدتهم، وهذه خطوه اختياريه تقدروا ديروها تقدروا لا، فقط باه نزيدوا من البنه تاع التحليه تاعنا وحتى المنظر يعني نمدوا لها شكل مليح. هنا خلاص نطفيو عليها يعني غير كما تبدا تعقد شويه نطفيو عليها، نحيو هذاك البابي سيلوفان هذاك ونحطوا الطبقة الأخيرة هذه الصلصة تاع الفراز اللي درناها، اللي راح تزيد بنة على بنة على بنة، يعني تحلية من أروع ما يكون. نتمنى تجربوها في سهريات رمضان، وأنا متأكدة بلي راح تعجبكم وتعجب كل اللي راح يذوقها. يعني كل طبقة تنسيكم في الأخرى. من أروع التحليات، قلت لكم هذه نديرها أكثر من مرة لأنه راجلي ولادي يحبوها يحبوا ياكلوها، منعشة وبنينة ياسر. هنا واش راح نديرو نحطوها تجمد وتبرد مليح. هنا بعد ما بردت نحيتها من المول وشوفوا الشكل تاعها، شوفوا الروعه يعني تقول نتفرج فيها ما ناكلهاش. زينتها بكعبات تاع فرز من الفوق، وهنا راح نقطعها معاكم تقطعوها بكل سهوله طبقات متماسكه حكمه روحها. يعني من اروع التحليات اللي ممكن تحضروها في شهر رمضان ان شاء الله، وحتى يعني في سير الايام. نقطعها معاكم. راني نسجل شوية ومن بعد نحبس ونكح شوية وبعد نرجع نعاود نسجل الصوت. يعني سمحوا لي إذا كان هناك يعني خلل في الصوت، الله غالب راني مريضة. هنا شوفوا ما شاء الله كيفاه تجي هذيك الطبقة تاع الكريمة كيفاش تجي بنينة، هذيك الطبقة تاع البسكويت اللي ملتع، يعني تحلية من أروع ما يكون. تشيز كيك اقتصادي ولا بديل تشيز كيك الاقتصادي اللي رايح يكون من أروع التحليات اللي ممكن تجربوها في شهر رمضان. نتمنى تعجبكم الوصفة. ومرة واحدة أخرى نقول لكم شكرا 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 على تعاليقكم الطيبة. تهلاو في رواحكم ونهاركم زين مبروك. السلام عليكم.